السلام عليكم، إيه الاخبار يا شباب؟ النهارده حابب نتكلم شويه عن جيت ونفهم هي شغاله ازاي. يعني في البدايه كنا اتكلمنا شويه عنها وعرفنا ان هي بتعمل كنترول للفيرجنز، كذلك بتبدا تعمل تراك للتشينجز وفهمنا كل واحده يعني ايه. طيب لا، النهارده انا حابب افهم بقى اكتر واشتغل بجيت وافهم هي بتبقى شغاله ازاي بالفعل. طيب لو احنا جينا دلوقتي مثلا قلت لك ان انت عندك مشروع، تبدا تعمل مشروع وليكن شوب اب، يعني حلو، او اي كوميرس اب ايا كان. طيب قلت لك ان انت عندك المشروع ده شوب اب، وان انت ضفت فيه 3 ملفات، وليكن عشان يبقى اغلب التراكات مثلا نقول ان انت عندك ال3 ملفات اللي هم المعروفين، مثلا ان انت هتضيف فيه، وليكن هنا نقول معانا الايمجز اللي هي الصور بتاعتنا. حلو. ونقول مثلا معانا ملف تاني يبقى فيه الفونتس اللي هنشتغل بيها. تمام. ونقول ان احنا معانا ملف تالت هيبقى فيه الكود بتاعنا. حلو. طيب. انت دلوقتي هنقول احنا عملنا ايه. انت رحت على الماشين بتاعتك وعملت المشروع بتاعك وسميته شوب اب، وضفت فيه ال3 ملفات اللي هتشتغل عليهم، الايمجز والفونتس والكود. حلو. طيب انت جيت دلوقتي قلت خلاص انا قررت ان انا هبدا اشتغل بجيت. يعني مثلا انا قلت ان انا عايز اشتغل بجيت عشان تبدا اربط المشروع بتاعي بيها عشان تسهل عليا الشغل يعني وكده. طيب هنيجي هنا دلوقتي مثلا نبدا نتكلم عن اول مرحله من مراحل جيت، والا هي ان انت بتحول المشروع بتاعك لحاجه اسمها الوركينج دايركتوري. لحظه كده تعالى نكتبها، الوركينج دايركتوري. ايه ده، اول ما اشوف اوتو كومبليت هنا. تمام. تحول لحاجه اسمها الوركينج دايركتوري. طيب يعني ايه وركينج دايركتوري؟ ببساطه عشان ما تتوهش نفسك، هي مجرد ان انا بقول لجيت هنا حط عينك على المشروع بتاعي. طب يعني ايه حط عينك على المشروع بتاعي؟ بالفعل انت ما بتعملش اي ميزه من المزايا بتاعت جيت، سواء الكنترول للفيرجنز او ان انت بتعمل تراك للتشينجز، ما بتعملش اي حاجه حاليا. انت مجرد بتقول له بس حط عينك على المشروع بتاعي، مش اكتر. طيب يعني عايزين بس نفهم اكتر يعني ايه حط عينك على المشروع بتاعي. يعني مجرد بس اسمع للتغيرات بس ما تهتمش التغيرات دي ايه، عشان نبقى فاهمينها. فدي معناها حط عينك على المشروع بتاعي. تمام. طيب وطبعا لو في حاجة مش واضحة هنوضحها قدام أكتر، يعني هنتكلم عن الموضوع ده كذا مرة يعني. تمام. حلو. طيب فهمنا إن أول مرحلة من المراحل دلوقتي اللي عشان نفهمها بس إن هي عبارة عن إيه. أول مرحلة هي تحول المشروع بتاعي لحاجة اسمها الوركينج دايركتوري، وقلنا إن أنا في الحالة دي بقول لجيت حط عينك على الأبلكيشن بتاعي. طيب نيجي بقى في المرحلة التانية، نبدأ نخش بقى على المرحلة اللي بعدها. طيب ببدا انا خلاص انا عايز ابدا اعمل حاجه اسمها اللي هي تراكنج للتشنجز. حلو. او بمعنى صح تراكنج للبروجكت بتاعي. طيب ودي بتحصل ازاي؟ عن طريق ان انا بقول لجيت خد سناب شوت من المشروع بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا باجي اقول له مثلا خد من المشروع بتاعي ده سناب شوت. طيب يعني ايه سناب شوت؟ زي ما بقول له كده احفظ الوضع بتاع المشروع بتاعي دلوقتي. زي مثلا لما اجي نتكلم، بس نكتبها سناب شوت. تمام. فكرتها نفس الفكره بتاعت السكرين اللي هو خد سكرين شوت. تمام. لو جيت تلاحظ هي عباره عن ايه اصلا سكرين شوت؟ ان انا بيكون معايا مثلا المحمول بتاعي او الفون بتاعي، وببدا اقول لك خد سكرين شوت للحاجه دي. دي معناها ايه؟ يعني احفظ الوضع الحالي للشاشه بتاعت الفون بتاعتك في الوضع ده او في التاريخ ده. تمام. بتبقى مرتبطه طبعا بزمن. طيب فدي معناها السكرين شوت، زيها زي السناب شوت ان انا بحفظ الوضع الحالي للبروجكت بتاعي. يعني بحفظ مثلا وكان في ملفات إيه اول ما تكري تتعمل ازاي وهكذا. طيب حاجه زي كده بنعملها بامر بسيط جدا اسمه كوميت. حلو. او معنى صح ممكن نقول اللي هو حاجه زي سيف، يعني سيف المشروع بتاعي واحفظ النسخه بتاعته. تمام. حلو. طيب دلوقتي مثلا انا جيت عملت تعديلات، وليكن انا عدلت في مشروع منهم، وليكن تمام انا هبدا اخد حاجه تاني برضو سناب شوت تاني عشان ابدا اخد نسخه. فاكر لما انا كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده وقلت لك ان انت بيكون عندك اصلا ملفين، الملفين دولت باجي ببدا باول ملف وببدا اشوف بكتب فيه التعديلات بتاعتي وبكتب فيه مثلا السكريبت بتاعي وهكذا، وبعد كده اكتشف ان انا عايز اعدل في حاجه معينه فببدا اخد نسخه منه واعدل فيها. هي بقى دي نفس الفكره. يعني انا لو جيت هنا عدلت مثلا وليكن في الملف الايمجز، حلو، وجيت قلت لجيت انا عايز اخد سناب شوت، هنا عايزين ناخد سناب شوت من المشروع بتاعي.
حلو، هو هيحفظ الحاله، وطبعا عرفنا ان احنا بنعملها عن طريق ايه؟ كومنت. بس هنا الحاله تختلف شويه عن حته السكريبت، وان احنا كنا بنعمل سيف او بنعدل على السكريبت وبناخد نسخه منه. هنا بيعمل سناب شوت، بيحفظ الحاله. بس هنا يعني مثلا لو جينا هنا، هو هيحفظ المشروع، الحته اللي اتغيرت في المشروع مش اكتر. يعني ايه؟ يعني أنا مثلا لو انا جيت في البدايه هنا قمت انا عامل ايه؟ تعديلات، وليكن انا عملت هنا بدات خلاص وخدت اول سناب شوت ليها. واول سناب شوت بتاخد صوره او بتاخد حاله او الوضع الحالي للبروجكت بتاعي اللي هو بدا فيه بالثلاث فايلات دول. تمام. وليكن انا جيت بعدها بشويه وضفت في الايمجز مثلا، ضفت حطيت مثلا وليكن فونت زياده، انا كان في فونت وحطيت فونت زياده. السناب شوت الثانيه مش هتبقى فاكره اصلا التانيين دول، لا هي هتركز بس مع التعديل اللي حصل في الملف ده. ودي هي دي الفكره بتاعت جيت، ان انا بعمل تراك للتشينجز. حتى لو جيت تلاحظ لما كنت قلت لك ان هو مش مجرد بيقول لك انك في تعديل في الملف ده، لا ده بيقول لك انا عدلت، بيشاور على التعديل اللي انا عملته. يعني السناب شوت باختصار هي بتبقى مهتمه بالتعديل بس، يعني مش فارق معاها النسخة الكلية للمشروع، لا هو مهتم بالتعديل الوحيد اللي حصل. تمام. طيب فدي اول مرحله من مراحل التعامل مع جيت، ان انا بحوله لحاجه اسمها الوركينج دايركتوري. والوركينج دايركتوري دي انا قلت لك ان انت عباره عن ان انت بتخلي جيت تخلي عينيها على المشروع بتاعك. وقلت لك لو انت عندك 3 ملفات، الكود والفونتس والايمجز، وانت خلاص حبيت ان انت تاخد حاجه اسمها سناب شوت، وطبعا قلنا ان هي بتتعمل بالامر بتاعنا اللي هو كومنت. طيب لو انت عدلت في مثلا في اي ملف منهم في الايمجز، قلت لك ان انت ضفت، معلش انا لخبطت، لو انت عدلت في الايمجز وضفت صوره زياده، حلو. طيب الصوره دي لو انا جيت اخد لها سناب شوت، ما انا خلاص انا عندي تعديلات جديده اتضافت، مجرد ما اخد لها سناب شوت انا باخد سناب شوت هنا للتعديل بس اللي حصل، مش للمشروع كله. يعني هنا في السناب شوت دي هي بتبقى فاكره بس التعديل اللي اتعدل هنا، وهنا بتبقى فيها الصوره بتاعه المشروع ككل بما انها اول سناب شوت ليه. تمام. بس ده كل اللي كنا عايزين نفهمه النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.